السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يحدث مع بزيرة من المدافعين؟ حرفيا خناقات شوارع بتحصل مع بزيرة بمجرد بس ما يكلفت أي لاعب أو يعدي من أي لاعب بطريقة ممتازة، لازم يحصل خناقة شوارع. فتعالوا بينا كده نتكلم شوية عن اللي بيحصل مع بزيرة من المدافعين، ودي تكون حلقتنا النهاردة. ونتكلم عن أداء اللاعب الممتاز اللي لو ما إن الحظ ما كانش حليف في مباراة بيراميدز، كان في أقل تقدير سجل 3 أو 4 أهداف في المباراة دي. يلا بينا كده نتكلم شوية ونشوف ماذا يحدث مع بزيرة. طبعا كلنا شفنا أداء بزيرة الممتاز والممتع في مباراة الزمالك السابقة، وخاصة في مباراة بيراميدز اللي بصراحة يعني تألق بشكل كبير جدا، وكان لاعب من أهم لعيبة الزمالك في المباراة، وفاز بجائزة رجل المباراة بعد أداء كبير مع ناصر منسي، اللي كانوا الاتنين عاملين ثنائية ممتازة جدا على دفاعات بيراميدز، واللي كانوا بيغلطوا دفاعات بيراميدز في كرات كتيرة جدا. انا النهارده جايب لك 3 أو 4 كور بس من مباراة بيراميدز فقط، يعني مش هجيب لك كور من المباريات السابقة، المباريات اللي هي اللي فاتت بتاع نادي الزمالك والاخطاء اللي بيحصل على بزيرة، وكمية الخناقات اللي بتدخلها بزيرة في الملعب. جايب لك بس من مباراة بيراميدز اللي فاتت اكتر من 3 أو 4 كور، يعني تقعد بزيرة في البيت او ما تلعبوش تسبب له اصابة كبيرة جدا. اللاعب تحمل على نفسه، كان ممكن تكون اصابة كبيرة جدا، وممكن يتصاب في اي كرة من ده كله ده. فلازم بزيرة يكون ليه من التحكيم، او يكون التحكيم ليه كده دور كبير في الملعب، ويشوف اللعيبة دي ازاي والاخطاء دي بتحصل من اللعيبة، ومفيش حتى انذار او طرد. دي اول كرة معانا كانت في الدقيقة 11. انا عايزك تبص معايا على سحبة رجل بزيرة، كانت ممكن تسبب له الضمة، ولكن الحكم اساسا تغاضى عن الانذار وحسب فاول بس. ولكن دي كرة صعبة جدا جدا جدا، وممكن تسبب الضمة. انا عايزك بقى تبص معايا على كورة كريم حافظ اللي كانت في اخر دقايق المباراة، يعني العالم كله شايفها كارت احمر الا حكم الساحة وحكم الفار، ولا حول ولا قوة الا بالله. وهنا الشيبي بيضرب بزيرة من غير كورة كده وعادي جدا، ومرت عادي جدا. طيب قول لي ده بقى يعمل ايه؟ انا عايز افهم ده يعمل ايه. ودي كمان ما اتحسبتش فاول، يعني كورة زي دي ما اتحسبتش فاول. وكمان دي اهم كرة في المباراة اتحسبت انذار، ولا حكم الساحة ولا حكم الفار حتى راجع حكم الساحة فيها انذار، هي خلاص اتحسبت انذار. يعني مش فاهم، دي كرة زي دي ممكن تقعد بزيرة في البيت، وممكن ما تلعبوش كرة تاني الا بعد 7 أو 8 اشهر بقى، اللي هو يعني خلاص اصابة بقى مدة كبيرة بقى تقعد فيها في البيت. والمشكلة كمان ان الكرة واضحة جدا انها عمدا، واللاعب رايح بهجمة مرتدة، يعني 3 لاعيبة من لعيبة الزمالك على لاعبين من بيراميدز. فكرة يعني كانت بصراحة يعني لازم استدعاء من حكم الفار، وكل التحكيم المصري وكل الناس قالت انها فعلا تستحق الطرد. ويعني بصراحة يعني اللي بيحصل مع بيزيرا ده مش في مصلحة اللاعب ولا في مصلحة نادي الزمالك، لأنه أكيد في كرة زي دي ممكن يتصاب إصابة كبيرة. وبصراحة يعني دي حاجة مش حلوة أبدا لنادي الزمالك ولا للاعب، ومش هينفع اللي بيحصل ده مع بيزيرا. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة. أتمنى الحلقة دي تعجبكم، متنساش تعملونا باللايك والمتابعة وتصلوا على النبي أهم حاجة. والسلام عليكم.